ازيك يا اخويا؟ اتخضيت ما تنكرش. لا ما اتخضيتش ولا حاجه، وبعدين انت جاي متاخر 10 دقايق. عموما شغل الارجوزات ده مش هينفع عشان نصر السفراجي جاي كمان شويه، والكلام اللي هنتكلمه انا وانت ما ينفعش ان حد يسمعه. هو امرني. تعال ورايا. احنا اكيد هنحتاج نتقابل تاني في مكان محدش يعرف طريقه، هبقى اديك عنوانه. واحنا لا مؤاخذه يعني هنتقابل تاني ليه؟ واحنا داخلين في حوارات بقى وفصال ولا ايه؟ لا 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 مفيش حوارات ولا حاجه. على فكره انا شفت النمره اللي انت بتعملها وعجبتك؟ هايله، انت فعلا موهوب بجد. ولعلمك بقى انت ممكن تعمل برنامج يكسر الدنيا، بشرط انه يتعمل صح ويتصرف عليه كويس. جرايه ابن والدي، انت هتضحك عليا بالكلمتين دول وتلففني حوالين نفسي عشان ما اتكلمش معاك في موضوع الورث ولا ايه؟ يا ابني ورث ايه وزفت ايه؟ تعالى خد اللي انت عايزه. وبعدين ما تنساش ان انا اللي كلمتك وقلت لك اني محتاج لك. انا عايز اتفق معاك على لعبه، لو ما اتنفذتش صح لا هيبقى في فلوس ولا ورث ولا كلام ولا حتى انا وانت. يعني ايه؟ يعني هتسمع كلامي وتنفذه، هنكسب احنا الاتنين. طب فهمني ليه يعني الكلام ده كله؟ انا اتسرقت وبتسرق، ملايين اتسرقت مني ومن ابوك الله يرحمه. ورثك اللي انت جاي تدور عليه، حقك محدش قال حاجه، بس في حد تاني اخده وعايز يكمل على اللي فاضل. قناه مديونه باكتر من نص مليار جنيه، وانا حواليا حراميه عايزين يكملوا على الباقي. ده غير كمان ان انا متوقع في اي لحظه من ساعه ما المرحوم مات انهم يخلصوا مني، يصفوني يعني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش فلوس؟ مش بس مفيش فلوس، احنا علينا فلوس. يعني مفيش فلوس وفي سجن. هتتأكد من كل حاجة وهتشوف كل حاجة بنفسك. انا عايزك تختار، هتحط ايدك في ايدي وناخد حقنا من كل اللي سرقونا، ولا تحب نقسم الديون وكل واحد فينا يتسجن نص المدة؟ انا ما قداميش اختيار. لو حطيت ايدك في ايدي وجمدت قلبك شوية هنكسب كل حاجة. وانا مستني اليوم اللي تطلب مني فيه طلب زي ده. يعني ايه؟ يعني كفايه عندي قوي ان انا ابقى مع اخويا في جبهه واحده. هايل. هنعمل ايه بقى؟ انت مش ساحر يا ادم؟ طبعا ساحر. يعني كل اللي انت بتعمله انك تخلي الناس يبصوا لايدك اليمين وتطلع الارنب بالشمال، مش كده؟ ده بالظبط اللي احنا هنعمله. ماشي، اللي هو ايه بقى؟ سمعني. طلعت المحامي بتاع المجموعه جالي وقال لي ان في حكم بانكار نسبك عشان يقنعني ان انت مالكش حق في الميراث. نصب وتزوير. عارف، وعارف كمان طلعت ده بيفكر ازاي. طلعت كل اللي يهمه ان انا وانت ما نحطش ايدينا في ايدين بعض ونورث كل حاجه، لان هو شايف ان هو كده هيطلع من المولد بلا حمص. هو كل اللي شغله ان هو ازاي يوقع بينا، عشان كده الف الحكايه بتاعت الحكم دي. اهو طلعت ده لوحده سرق مني 100 مليون جنيه. ايه؟ لو قدرنا نثبت ان الحكم ده مزور هنسجنه، وساعتها هعرف اخد منه اللي سرقه، انا عندي اللي يشهد. طب ونعمل حاجه زي كده ازاي يعني؟ لو انا مت اكيد طلعت هيحاول يكوش على كل حاجه، ولو انت ظهرت في الصوره ساعتها اكيد هيطلع لك الحكم اللي معاه، ساعتها نبلغ ونسجنه. ايوه عدم مؤاخذه يعني. يعني ايه لو انت مت هتموت ازاي يعني؟ انت اللي هتقتلني. نعم. ايوه انت اللي هتقتلني. نصر السفراجي جاي كمان شويه، اول ما يجي هنتخانق خناقه كبيره قوي. بعد كده هبعت لك ظابط يشدك من المسرح اللي بتشتغل فيه ويبيتك في الحجز. ده ايه الحلاوه دي؟ ده كل اللي انا عايزه منك. وبعد ما تخرج من الحجز هتجيلي على العنوان اللي انا هديهولك. اهم حاجه ما تقولش لاي حد على اي حاجه، وتتصرف طبيعي جدا. ماشي، ولو اني مش فاهم قوي بس انا معاك يا اخويا. لاخر مره هكرر سؤالي، انت عايز ايه؟ ده كلام؟ انا اخوك وليا ورث وجاي اخده. بص يالا، لو عايزني اكمل كلام معاك مش عايز اسمع كلمه اخوك دي تاني. انا المره دي هعدي لك كل اللي انت عملته ده. المره الجايه لو دخلت هنا من غير استئذان هتخرج في بوكس، ده لو حظك كويس. لا ما تقلقش، لو في مره جايه مش هتبقى هنا، غالبا هتبقى في مكتب لطيف بتاع واحد محامي عشان نخلص الورق بتاع الورث وكده.
انا ما عنديش وقت اضيعه معاك، وغرفه 60 ده هتاخدك واللي تقدر عليه اعمله. يا نصر، يعني انت عاجباك البهدله دي؟ انت لسه شفت حاجه؟ ركز بقى معايا. اهم مبدأ في اللعبه بتاعتنا ان احنا بنكره بعض، ده لازم ما يغيبش عن دماغك لحظه. في حاجه تانية مهمه، انت اللي بتفكر وبتقرر وبتعمل كل حاجه لوحدك من غير ما حد يساعدك، حتى لو ده كان معناه انك تتعب قوي عشان توصل لحاجه انت اصلا عارفها. حتى لو كنت لوحدك، حتى لو محدش شايفك، لازم تفضل عايش في الدور طول الوقت، لان غالبا هيبقى في ناس بتراقبك. احنا بنلعب مع ناس في منتهى الذكاء وما عندهاش رحمه. يعني انت مش هتساعدني؟ لا طبعا هساعدك يا ابني، امال انا هنا ليه؟ بس ما ينفعش ان ده يبان يعني. لا طبعا. احنا اعدائنا كتير جدا، اهمهم 4: طلعت، سلمى النمر، جلال صلاح الدين، وفي واحد مسؤول كبير كده برضو عايز يكوش على كل حاجه. بالمناسبه انت في حد جالك المسرح وبعد كده قعد معاك وطلب منك خدمه مشبوهه؟ مظبوط. عرفت ازاي؟ انا اللي بعتهولك عن طريق حد. الراجل ده بقى بالذات بيشتغل مع المسؤول الكبير اللي بكلمك عنه. انت هتروح له بكره ان شاء الله وهتقول له انك مستعد انك تتعاون معاه، بشرط انه يجيب لك ملفات. وبعدين بمجهودك هتدور في الملفات دي على حد يكون عنده نقطه ضعف عشان تستغلها. استغلها عشان يقتلني. اللهم صل على النبي. وبمجهودك برضو هتلاقي في الملفات دي مروه، ومروه هي اللي هتنفذ. قتلت قبل كده وعندها استعداد انها تقتل تاني، وبتشتغل مع طلعت وبيسرقوني. طب انا مش فاهم ليه اللف والدوران؟ ما اروح لها على طول، احنا هنخاف. انا لسه قايل لك يا ابني، لازم اللي يراقبك يصدقك. طيب وانت؟ انا ايه؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ هتصرف. ايوه يعني هتموت ازاي؟ ب 30,000 جنيه هدبر جثه مجهوله هتدفن مكاني، وب 20,000 كمان هيترمخوا على الموضوع. كله هيبقى متظبط، اللي هيدفن والدكاتره والمسعفين وكل الناس. والله شكلك مجنون وهتودينا في 60 داهيه. انت بتقول حاجه؟ لا بقول الله ينور عليك. طيب كنت فاكرة إن عندك مكتب. أموريني. ممكن أقعد؟ أكيد. حضرتك طبعا عايزاني في شغل، تحبي تشربي إيه الأول؟ مفيش داعي، أنا مش هطول. أنا عايزك في موضوع شخصي. شخصي؟ أنا مرات سليم. ابن لذينه، ما سابش حاجة حلوة ما خدهاش. أنا وأنت في مصلحة واحدة. بس أنا لسه جرابي مليان، وأنا حاوي. لو مات قبل آخر الأسبوع أنا اللي هاخد كل حاجة. وأنا؟ هنقسم مع بعض. كيس واحد من ده مع الشاي ملوش طعم، بيعمل جلطة بعد الشر بتموت في أقل من 10 دقايق. طلعت ماله؟ هو اللي بعت لك ريم دي، عمل اللي أنا توقعته بالظبط، بس هو كده خلاص لعبته بقت مكشوفة واضحة زي الشمس. هو من ناحية جالي وقال لي إن في حكم بإنكار نسبك عشان أرفض أديك حقك، ومن الناحية التانية بعت لك اللي اسمها ريم دي عشان تسخنك وتسهل لك إنك تقتلني، وأكيد ضرب لها ورق الجواز مش هيظهرها غير بعد ما أموت. وفي الحالة دي طبعا وبعد ما يهدتك بموضوع إنكار النسب ده مش هيبقى عندك أي مانع إنك تورث النص، يعني أنت هتورث النص وريم النص اللي هي طلعت يعني. وبرضه أكيد هيبقى عامل حسابه إنه قدام شوية هيكوش على النص بتاعك ده بطرق تانية. بس خد بالك بقى، في الحالة دي طالما هو ما ظهرش في الصورة وصدر ريم دي، أكيد مش هيديك في إيدك حكم إنكار النسب ده ولا صورة منه. هو كده واخد باله كويس قوي إن دي ورقة تدين. بس معنى الكلام ده إن إحنا مش هنعرف نتهمه بالتزوير؟ يعني اللعبة باظت؟ لا ما باظتش ولا حاجة، كل اللي هنعمله إن إحنا هنروح لبلان بي، نفس اللعبة بتعديلات بسيطة، ما تشغلش بالك أنت. المهم أنت هتروح لريم وتتفق معاها وتجاريها على كل حاجة وتنفذ اللي هتقولك عليه. وعلى فكرة حكاية الأعشاب دي حلوة جدا، بس بقى لي هنا وأنا هبعت لك أعشاب تانية شبهها. ماشي. بس في الأول في حركة بسيطة كده هنعملها عشان نتأكد قدامها وقدام العالم كله إن إحنا بنكره بعض، وهتبقى برضه رد على موضوع الضابط اللي راح لك على المسرح دي. وبعدين عليك وعلى مرة. جالنا بلاغ ان والد حضرتك ما ماتش موتة طبيعية، وعايزينك تيجي معانا لان انت المشتبه فيه الوحيد قدامنا في الواقع. أنا عايزك تعملي في سليم نفس اللي عملتيه في جوز أمك. أيوه، عايزك تقتلي سليم.
سيادة المستشار. اهلا وسهلا. مين سيادتك؟ أنا ريم صالح، مرات المرحوم سليم المهدي، الوريثة الشرعية لكل أملاكه. دي املاكي وورثي من ابويا، ومش هسيب شويه نصابين يشتغلوني واعمل عليها نمره. احنا لسه مش عارفين اي حاجه. انا هكلمها واشوف الورق اللي معاها واقيم الموقف القانوني. قنوات المهدي وشركاته اتنقلت ملكيتها لمدام ريم صالح والاستاذ ادهم عادل المهدي. وبالنسبه للاداره هما الاثنين هينسقوا مع بعض. وكده ايه؟ اتجوزها وعيش لك يومين. مهم قوي انها تفضل تحت عينيك لغايه ما طلعت يعرف اني عايش، ولما يعرف هيحاول يقتلك عن طريقها برضه. ودي هنحلها ازاي دي يا كينج؟ مروه كمان هتبقى عايزه تقتلك لانك خليت بيها، وفي نفس الوقت انا كمان هطلب منها انها تقتلك. يا سلام، يعني ريم عايزه تقتلني ومروه عايزه تقتلني، واحنا هنوفق راسين في الحلال. معلش يعني لا مؤاخذه، انت ابليس يجي يتعلم منك. برنس والله. المهم قربت، وهنحتاج قريب ننفذ اللي اتفقنا عليه. وانا جاهزه ومستعده انفذ في اي وقت. في فرصه تانية انك تورثي بجد. انت مرات ادهم وفلوسه ممكن تبقى ملكك. نقتله؟ تقتليه. انصحك تتخلصي منه. اي حاجه هتحتاجيها هتلاقيها في المطبخ بره، وانا مش قلقان عليك، انت متعوده على الموضوع ده. الو، انا راجع بكره. ترجع بألف سلامه. هقول لك بقى هنعمل ايه واستعد عشان نتقابل. وانا مستعد. احنا داخلين على اخر مرحله. ماشي، مع السلامه. مع السلامه يا اخويا. ايه؟ مش شايفك مبسوط يعني انك شفتني؟ انت عايش؟ لا انا ميت وبكلمك. يا محروس! ارموا الحسالة ده بره. انا مش مستريح مع الاي سي بي. ليه؟ بيتدخلوا في اللي مالهمش فيه وعندهم اجندات مش مريحه، هتعمل لنا مشاكل قدام. في وكاله اعلانيه جديده ممكن تتفق معاك. ايه وكاله جديده؟ سر مثلا؟ خليني اعمل لك اجتماع صغير كده معاهم في السكرتة وهتعرف كل حاجه. البرنامج بتاعي كان جايب ل 61 مليون اعلانات في السيزون اللي فات، وانا هدولك حصري بال 40% اللي عندك، والباقي يا عم مش عايزه، حلال عليك. انا كده عملت كل اللي احنا اتفقنا عليه. برافو عليك. دلوقتي بقى هنخلص كل حاجه. انا خلاص اتفقت مع الاي سي بي انهم يقولوا ان انا مضيت معاهم. وانت ما مضيتش معاهم؟ لا طبعا، هم عارفين اللي فيها، عارفين ان القناه خسرانه ومديونه وحالتها بالبلد. وبعدين انا اشتريت نص الاي سي بي. اشتريت نص الاي سي بي؟ ايوه، وهم دلوقتي هيشتروا قناه العهد. يعني المفروض ان انا ابيع ال 40%. بالظبط كده. وقصاد ان احنا هنساعدهم هيقولوا ان انا مضيت معاهم